هي ستيسي اتأخرت كده ليه؟ انا قلقانة عليها. بصي اهي جاية اهي. ايه يا ستيسي اتأخرتي كده ليه؟ كنت بعمل شعري، ايه رأيكم في شعرك الجديد؟ حلو ولا لا؟ انتي ليه اتأخرتي كل ده؟ اللي بيعمل شعره ما بيقعدش وقت طويل قوي كده. لا، ما حصل فيه مشكلة غريبة. ايه في ايه؟ حصل لك حاجة؟ حد ضايقك في الشارع؟ ايه اللي حصل؟ باربي، في واحدة هناك قابلتني في الكوافير وقالت لي ان في مشكلة خطيرة قوي. مشكلة خطيرة زي ايه؟ كلمي في ايه؟ اصلا غلط انك تاخدي حاجة من حد غريب. في حد قالك كلمة تضايقك؟ يلا قولي. بصي يا باربي، خدي دي. ادي ورقة، شوفي ايه اللي فيها. ماشي. محتاجة مساعدتك، عالمي بخطر. اكتبي اوكي لو موافقة على ايه؟ انا مش فاهمة حاجة يا ستيسي. في واحدة معايا في الكوافير قالت لي ده ضروري تديه لاختك باربي. يعني لما تدوسي موافق هتقابليها فين؟ مش عارفة، هي قالت لي بس خلي اختك تكتب اوكي. ماشي، روحي هاتيلي قلم من اوضة النوم لو سمحتي يا ستيسي. لا، انا لسه جاية مش هقدر. خلاص روحي انتي يا سكيبر. تشيلسي، ممكن تروحي انتي تجيبي قلم؟ ماشي، هروح اجيب. طبعا انا بقى الصغيرة لازم اروح انا في كل حتة. طب هو القلم ده هلاقيه ازاي؟ اه. لا، في قلم هناك اهو. اهو جبت القلم يا باربي. هاتي بسرعة. اوكي. ايه ده؟ احنا فين؟ انا مش فاهمة اي حاجة. ايه ده؟ بصي ستيسي، شعرك رجع زي الاول تاني. هو ده اللي فارق معاكو؟ انا مش فاهمة احنا فين. ولا انا شكلي حاسة متغير. اشكالنا اتغيرت. عائلة باربي. يس. اسفة اني اتأخرت عليكم. هو في ايه؟ انا مش فاهمة اي حاجة من اللي بتحصل هنا. انا هفهمكم. عالم الدمى. عالم الدمى عالم جميل، عالم للأطفال، عالم كمان للكبار. بس لأن الكبار ما عندهمش وقت ووضعوا قيود وشروط لسعادتهم ولفرحهم، زي الديون اللي عليهم والشغل اللي لازم يروحوا كل يوم، بقى العالم ده مقتصر أكتر على الأطفال. ولو حد من الكبار عايز ينضم ليه لازم يبقى عنده وقت ويكون مرتاح ماديا. عالم الأطفال عالم جميل. أنا عن نفسي بفضل إن يمتلكني شخص بالغ أو بنت بالغة علشان تكون مقدرة قيمتي وتحتفظ بيا. يعني أنا هو مكملة سنة، حد خد باله إن أنا شكلي فيه حاجة غلط؟ لأ. ليه؟ لأن أنا عندي شخص يهتم بيا. أنا عارفة إني بقول مقدمة طويلة ولكن حاول أختصر الموضوع. عالمنا في خطر. عالم العرايس عالم طفولي جدا جدا. ممكن تتخيلي اي حاجة للعروسة. انت مثلا مش قادرة تشتري لبس، ممكن تعملي لبس للعروسة. مثلا عايز تعملي شنطة مش موجودة في الحقيقة، ممكن بالصلصال او الورق او الكرتون، او حتى خيالك تتخيلي ان العروسة ماسكة شنطة احلامك. تعملي لها اي حاجة. عروسة بتسافر امريكا، عروسة بتسافر العالم، عروسة بتمتلك ما لم تمتلكيه. عالم جميل جدا. ممكن تتخيلي اي حاجة تحصل في العالم ده وهتحصل. ممكن يبقى عندك صحاب كتير من العرايس بس. دي هي مشكلة عالمنا، ان هو طفولي جدا. طفولي جدا. اول مرة اسمع ان مشكلة عالم العرايس ان هو طفولي جدا. ما هو اكيد يعني. طيب انت ليه مختاراني انا بالذات، انا واسرتي اللي نحل الموضوع ده؟ عالم العرايس الصغيرة اللي انتوا كنتوا فيه، اللي جاي منه باربي واغلب العرايس، هو عالم يعني واقعي شوية. يعني انا مثلا بلاحظ
مثلا بلاحظ ان لو في بنت متضايقة من حاجة بتمثلها بالعالم بتاعكو، العرايس الصغيرة، وسهل التجميع وسهل ان انت تحطيه في اي حتة، ممكن تحطيه في الجيب. اما احنا عرايس كبيرة، فاحنا موجهين لسن اصغر شوية. وعايزة اقولك على حاجة كمان قبل ما تقولي اي حاجة. العالم بتاعنا كان مفهوش اي مشاكل، كانوا برضو الاطفال بيمثلوا بيه حياتهم، مش اللي هم نفسهم يحققوه بيتصدموا بالواقع. كان عندنا ملكة، الملكة دي كانت برضو بتحكم العالم بواقعية. اللي عايز حاجة كان بيشتريها زي العالم الحقيقي بالظبط. اللي كان عايز حاجة بيشتريها، اللي بيشتغل بياخد فلوس. السعيد هو اللي عنده أسرة وهو اللي عنده أشياء يقتنيها. وكان اللي ما بيشتغلش ما بيحصلش على اللي بيريده. وكان عالم واقعي، وكان في محل ملابس، وكان في سوبر ماركت، وكان في كل حاجة. مش الطفل يتخيل ان هو بيلعب بورقة، لا، كان لازم أشياء حقيقية. ما كانش ليها أي غرض مادي أو أي غرض إنها تكسب. فكان في بعض إن الأطفال والناس من العالم بتاعنا بيشتكوا، لأن هو المفروض إن ده عالم بيهربوا منه للواقع. بس هو العالم ده يعني بيحاكي الواقع نوعا ما. مش المفروض يبقى كله طفولي، لأن يعني احنا لو بقينا طوراي هنوصل للعالم هيهدنا، لأن العالم عايز حد ناشف، عايز حد قوي، عايز حد بالغ. فقاموا حابسين الملكة دي، وبعد ما اعترضوا عليها بقى أي حد يتخيل أي حاجة تبقى عنده في العالم بتاعنا. والعالم بتاعنا باظ، لأن محدش بقى بيشتغل، محدش بقى بيعمل حاجة. هو كله بياخد على هو عايزه. بس لما بيجي الطفل أو تيجي العروسة تطلع للكون، الموضوع بيبقى صعب قوي. وبعدين لأن احنا بقينا عرايس، ما بقيناش بنمثل الحقيقة وما بنمثل الواقع، بقينا نتحط في رفوف وبقينا نتركن. كمان ممكن نتحط في صناديق ونتباع، ودي أسوأ حاجة. ساعدوني نرجع الواقع، ساعدوني نرجع كل السكان مدينة الدمى الكبيرة للوعي بتاعهم، لأن أنا بجد مش قادرة استحمل. ساعدوني. فاحنا نقدر نساعدك ازاي؟ بصوا على البنت اللي هناك دي، مالها؟ اسألوها كده عن أي حاجة زي المسؤولية. هاي جماعة، عاملين ايه؟ بصوا شنطتي دي في العالم الواقعي استحالة تلاقوا زيها. هتعرفي عن المسؤولية حاجة بتاعت كبار ملناش دعوة بيها، وحتى لو كبرت مش هشيلها. انا عندي كل حاجة، واي حاجة بفكر فيها بعملها، وعندي كل حاجة. بصوا نضارتي الذهبية، بصوا حاجتي الجميلة، بصوا لبسي اللي بكم الحلو قوي، بصوا تحفة قوي ازاي. العالم ده بتتمني اي حاجة بتحصل فيها عالم الالعاب وعالم الدمى، وكلهم بقى متأثرين بكده. هطلب من باربي انها تحاول انها تخلي البنات الكبار في عالم العرايس ان هم يتعودوا على المسؤولية ويتعودوا على الحاجات الكبار. وهخلي البنات الصغيرة كل واحدة على حسب عمرها انها تساعد كل واحدة انها توصل للبلوغ.